سامحوني يعني، العذراء سلام الرب عليها وإليها لن تزيد أو تنقص، سواء عملنا مدايح أو ما عملناش مدايح، سواء البعض اعترف بشفاعتها وبركتها أو لم يعترف، سواء البعض قال هي شفيعة أو مش شفيعة، مش هتفرق مع العذراء كتير. لكن تفرق مع العذراء كتير ويفرح قلبها ان احنا نفرح قلب الله القدوس الذي سكن في احشائها. يفرح قلبها ويفرح قلبنا احنا ان احنا نتعلم من العذراء وناخد من فضائل العذراء. صدقوني لو كل واحد فينا كل سنة قعد يطلب من ربنا ويصر في الطلب بتاعه ويجاهد، او زي ما انتم بتقولوا بلغة العالم دلوقتي او لغة الشباب، يشتغل على نفسه في فضيلة من فضائل العذراء، لبعد وقت معين اصبحنا فعلا شبه العذراء وشبه ابنها. لو واحد مثلا قال يا رب نفسي اخد الوداعة من العذراء، انا شخصيا بطلب من العذراء الصوم ده وبقيت السنة ولا اديني من الوداعة بتاعتك، انا عايز يا عذراء مثلا ابطل عصبية ابطل غضب وابطل ادانة، نفسي اتحلى بالوداعة التي انت تحليت بها، التي قال عنها الكتاب زينة الروح الوديع الهادي. وبنقول لها انت هادئة غير الدنسة الهادئة، في المديح الكبير بتاعها نقول كده غير الدنسة الهادئة. أنا يا رب نفسي السنة دي آخد من أم العذراء هذه الفضيلة غير الدنسة الهادئة. بصراحة الاتنين ماشيين مع بعض، الطهارة بتدي وداعة والوداعة بتدي طهارة، لأن عادة بعيد عنكم الدنسين بيكونوا عصبيين لأنهم بيكونوا شهوانيين، بيكونوا ضالين ومستعبدين ومتصلفين ومقاسيين بلا حنو بلا عهد بلا رحمة. لكن الودعاء قال عنهم ربنا يسوع بفمه الإله الطاهر يرثون الأرض. يرثون الأرض يعني يكسبوا الناس كلها، يكسبوا بيتهم ويكسبوا أبديتهم ويكسبوا دنيتهم ويكسبوا كل شيء.